السلام عليكم وعلى اجمل واغلى اخوات بالدنيا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما في افضل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده طاجن باميه من الاخر، يعني حكايه هتاكليه وتدعي لي. غير تقميع الباميه القمر بتاعي، طريقتي المعتمده اللي مش بغيرها ابدا. يلا مع بعض نشوف الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب، ويلا نسمي الله ونشوف وصفتنا الجميله. وبسم الله. ومعايا في البداية البامية بتاعتنا. البامية المقدار بتاعها قد ايه؟ المقدار بتاعها نص كيلو. طبعا لما بنيجي نختار البامية نختار الحباية اللي تكون ناعمة مش خشنة زي ما احنا ما شايفين كده. تمام، يعني مش بتشوك في ايدينا. كمان لما نيجي نختار الحباية نختار الحباية اللي تكون صغيرة او حباية وسط، دي اجمل واحلى حباية بامية ممكن تستخدموها. كمان لما نيجي نقمع بقى البامية، يعني بطريقة امي ربنا يديها الصحة يا رب ويبارك فيها اللهم امين. وطبعا عملتها معاكم كذا مرة من بداية القناة، وانا عرفتكم الطريقة بتاعتي المفضلة في البامية او في تقميع البامية. وللبنوتات اللي مش عارفين يعني ايه تقميع البامية، يعني بنشيل الجزء اللي من فوق والجزء اللي من تحت كده، احنا بنقمع البامية. وعايزه اقول لكم كمان احنا بنستخدمها دلوقتي بدون اي غسل تماما، يعني لسه ما عملتش فيها اي حاجه خالص، بس الشكل ده هيفرق معاكم كتير. اوعى اي بنوته تبتدي ان هي تعمل الباميه تعملها بالشكل العادي. شوفي بالراحه كده انا عاملاها معاكم ازاي في الفيديو ونفذيها بنفس الشكل، صدقيني بتفرق كتير جدا. شايفين الجمال؟ وكده تمام. يلا بينا نغسلها ونشطفها كويس جدا ونخليها زي الفل. وفي الحوض وتحت الميه الجاريه بقى، وابدا افتح عليها الميه واغسلها كويس جدا. لازم ادعكها بايدي كويس خالص علشان لو في اي حاجه ماسكه فيها او مش بتطلع بسهوله، لا تطلع كده من دعك ايدينا. وبعد ما شطفناها كذا مره وغسلناها كذا مره ببدا ان انا اصفيها كويس جدا بقى بالشكل ده. عايزه اقول لك دي افضل واحلى طريقه للباميه، صدقيني وجربيها ومش هتندمي ابدا. اوعي تغسلي الباميه بالطريقه التانية يبقى فيها زلال ومش هتبقى مظبوطه معاكي. خليكي معايا للنهايه. بعد ما صفيتها كويس جدا من الميه، هنا معايا فوطه وفوطه جافه، ابدا ان انا انزل عليها بالباميه واوزعها بالشكل ده، واصدر عليها بقى مروحه اعرضها المكان يكون فيه تهويه كويسه جدا. المهم ان هي تجف وتنشف معايا تماما زي كأن لسه ما اتغسلتش خالص. تمام. يلا بقى نسيبها كده مع نفسها. وعلى البوتاجاز وفي طاسه كده ابدا انزل فيها بقطعتين 3 من الزبده، سمنه زبده المتاح عندك، ومعلقتين من الزيت. ودابوا معايا بالشكل ده. انزل بربع كيلو من اللحمه المفرومه. طبعا اللحمه المفرومه احنا عارفين مصدرها وعارفين جايبينها منين، كميه بسيطه جدا ولكن هتعمل معانا احلى واجمل طاجن. بعد ما غيرت لونها بالشكل ده وبقيت تمام، انزل عليها ببصلايه كبيره متقطعه قطع صغيره. تمام. يعني بنعمل عصاج عادي خالص، تقدري تضيفي البصله الاول وتدبليها وبعد كده تنزلي باللحمه، اختياري معاكي. التوابل اللي هضيفها ملح وفلفل والسبع بهارات، مش اكتر من كده، او بهار اللحمه. خلاص هسيبها دقيقتين ومش محتاجين اكتر من كده، ونقفل عليها تماما ونركنها جانبا. ومعايا في حله تانية وهنبدا نعمل الصلصه بتاعت الباميه. معايا قطعتين من الزبده بنفس الطريقه، وبرضه ننزل فيها بشويه من الزيت. وطبعا ريحه الزيت وطعمه يكون كويس، ما نستخدمش الزيت يكون له ريحه مش كويسه علشان ما يغيرش معانا الوصفه. بنزل عليها ببصلايه متقطعه قطع صغيره، مش لازم مفرومه ناعم خالص، عادي جدا ان احنا نحس بطعم البصلايه. تقدري تدبليها بسيط او تخليها تصفر بسيط معاكي زي بتاعتي كده. وبعد ما بتدبلي البصلايه على طول بنزل عليها بمعلقه صغيره من الثوم المفروم، او تقدري تستخدمي الثوم الفروزن لو متوفره عندك. وقرن من الشطه كده متقطع حلقات صغيره، وتقدري تستخدمي الاحمر بقى معاها. يا سلام، بيدي لون خطير جدا وسبايسي كمان. عليها بمعلقه كده من الطماطم، من صلصه الطماطم بتعزز معانا اللون. وطبعا لازم نشوحها علشان نطلع منها الماده الحافظه اللي موجوده فيها. ودلوقتي بنزل بالباميه بتاعتنا، شايفين عامله ازاي؟ اللهم بارك، تحفه ومش ممكن ابدا تنزل اي زلال موجود فيها. ونزلت عليها بعصير الطماطم، عصير الطماطم على حسب الكميه اللي انت حباها. والتوابل بتاعتي ملح وفلفل وكمون والسبع بهارات وبابريكا، ومعلقه من السكر لمعادله الحموضه مع الطماطم، وكمان معلقه من البهارات البيضاء، دي بتخلي الطعم تحفه جدا. لكن لو هتستخدمي شوربه يبقى استبعدي خلاص تماما البهارات البيضاء. وبقلب كل المكونات مع بعض بالشكل ده، وهبدا ان انا اضيف عليهم العصاج اللي احنا عملناه، اللحمه المفرومه. طبعا لو انت بتستخدمي قطع لحمه بتضيفيها مع الباميه في البدايه وتشوحي كويس جدا زي ما عملناها في الفيديو قبل كده، وان شاء الله اسيب لكم الروابط في صندوق الوصف. بعد ما نزلنا اللحمه المفرومه بنزل عليها بكوبايه من الميه، وضفت كمان نص كوبايه واسيبها تستوي مع نفسها براحتها خالص.
يعني تاخد حوالي 50% من السوا. بعد كده هبدأ ان انا اجهز الطاجن بتاعي ومش بدهنه حاجة تماما، وانزل فيه بالخليط كله على بعضه وبوزعه بالشكل ده. وهاجي على الوش بقى كده واضيف قرن شطة بقى كده علشان يتشوي معانا في الفرن، يبقى خطير وكمان بيدي نكهة وريحة مميزة جدا. حابة تضيفي القرن ده يكون اخضر او احمر براحتك جدا، لكن انا ما كانش متوفر عندي غير الاخضر. هنا بغطي بالورق السلوفان بقى وادخله الفرن. بدخله الفرن على درجة حرارة كام؟ 180 وسط. بدخله ساعة كاملة. أول نص ساعة متغطي بالورق السلوفان كده، بعد كده النص ساعة التانية أشيل من عليها الورق السلوفان وأبدأ إن أنا أسيبه يتشمع بقى كده وياخد اللون، ونشغله الشواية بيبقى تحفة. شايفين الجمال؟ اللهم بارك. شايفين الطاجن بقى بعد ما طلع من الفرن؟ عايزة أقول لكم الكهرباء قطعت. يلا قدر الله ما شاء فعل. شايفين الشوي بتاع الباميه من على الوجه، وكمان القرن الشطه بتاعنا عامل ازاي؟ بجد خطير. والرز الابيض طبعا قدمناه معاه. عايزه اقول لكم لو انتم عايزين سائل في الطاجن بتاعكم تقدروا تقضوا الوقت كله، يعني ساعه الا ربع في الفرن متغطي بالورق السلوفان، والربع ساعه الاخيره بس شغلوا الشوايه ياخد لون. لكن الصراحه انا بحبه جدا واولادي بيحبوه جدا بالشكل ده، في صوص بسيط بس من تحت مش اكتر من كده، مش عايزينه غرقان في الصوص، لا احنا بنحبه كده يكون ايه، ماسك نفسه كده وتمام. احس بطعم اللحمه المفرومه واحس بطعم الباميه تحفه. الف هنا والصحه، جربوها يعجبكم جدا. لايك وشير للفيديو، بحبكم جدا في الله. تسلم ايديكم مقدما يا حبايبي، ومنتظره جدا تعليقاتكم وكومنتاتكم الجميله. والسلام عليكم.